نعمل ايه بقى؟ نتخطى هذه الاشياء، عشان دايما بيطلع لك الحاجات السيئة فقط مش الحاجات الحلوة. طيب، لو هو في كده ولو في مدير تاني اللي هو برضو دايما يطلع الوحش وينسى الكلام الحلو قوي، لما يديك نقد حتى لو هو مش بناء، قول له طيب اعمل ايه بقى؟ ازاي احسن من نفسي في الحتة دي؟ عارفين، احذف له القرد بقى الناحية التانية. خلاص ماشي اوكي، انا مش عارف اعمل الحاجة دي، اديني انت يا اخي النصايح، انت مش انت مدير، قول لي اعمل ايه. اللي بعديها بقى انت لازم تقول له بس دي يمكن اتعملت بطريقه مش كويسه، ويمكن فعلا انت عملتها مش طريقه مش كويسه، وده طبيعي. طول ما احنا بنشتغل، طول ما احنا بنغلط، طول ما احنا بنتعلم. بس خلي بالك، انا عملت واحد اتنين تلاته اربعه كويسين وهايلين. انت بتفكره بحاجتك كويسه، بلس ان انت بتعمل لنفسك تحفيز داخلي، علشان ما تقولش انا مهما عملت هو مفيش حاجه. معلش، انت برضو النجاح قدام نفسك اهم بكتير من النجاح قدام الاخرين. طبعا المدير مهم جدا وفي ايده حاجات كتير زي زياده المرتب، زي الترقيات، زي حاجات قوي، بس احنا بنحاول نتعامل مع الاوضاع الصعبه دي عشان ما تاثرش علينا، عشان اول شخص هيخسر في هذه المعركه هو انت. ما تحبطش، ما تتضايقش، في ناس في البيت ملهاش لازمه، ملهاش ذنب في اللي بيحصل لهم اصلا، اللي بيحصل لك في الشغل. فلازم تكون حاطط كده في دماغك ان انا اعرف اتعامل معاهم، مش هعرف اغيرهم. الى ان بقى تحصل حاجه، يا اما بقى هو يتغير، يا اما انت تنقل، يا اما العلاقه اصلا تتحسن. ويمكن يكون انا ما كنتش بتعامل معاه بالطرق اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو ده، ولما اتعامل معاه بالطرق اللي احنا اتكلمنا عليها ممكن العلاقه تتحسن كتير. انا حاولت